كتير برضو بيجي لنا تليفون: الحق يا دكتور، جوز اختي عمل حادثه على الطريق الدايري، نعمل ايه؟ الحقيقه اول حاجه بننصح بيها، ودي مهمه جدا جدا جدا، ان مفيش حاجه اسمها ان حد عمل حادثه وروح بيه عياده. لا، انت بتروح على اقرب مستشفى، مش مهم مستشفى ايه، بس تبقى اقرب مستشفى مجهز، لان الحوادث الكبيره اللي زي دي بنسميها، او العيانين بنسميهم بولي تروماتايزد بيشنت، يعني مريض ممكن يبقى عنده كسر مع نزيف في المخ، مع خبطه في الصدر، مع تهتك في الرئه، مع مشاكل في الحوض. كل الحاجات دي لازم يتم معالجتها في مستشفيات كبيره مجهزه للكلام ده. المريض بيعدي بصراحه بفيزز في الكلام ده. اول حاجه بيبقى ان احنا تو ستابلايز ذا بيشنت، او بنسميها الاسعافات الاوليه مجازا، يعني ان احنا نحافظ على المريض عايش. لو في هيموريدج او بليدنج او نزيف، لو في اصابه في المخ لا قدر الله، بعض اصابات العظام اللي ممكن تحتاج ستابلايزيشن في الاول، لكن معظم اصابات العظام بنستنى لما المريض يبقى ستابلايزد، يعني يعدي مرحله الخطر. بعد كده نبدا نشوف لو عنده مشكله في كسر هنحتاج نثبته، عنده مشكله في خلع هنحتاج نرده. ولكن النصيحه الاهم اللي بنقدمها هنا: المريض لما بيعمل حادثه لا قدر الله، بالذات حوادث الطرق، حوادث الهدد، حوادث السقوط من الارتفاع، لازم يتوجه لمستشفى كبيره مجهزه. ما تتوجهش للعياده، ما تتوجهش لمستوصف صغير، مستشفى كبيره مجهزه. والف سلام عليكم جميعا.